المسلسلات والافلام اللي تتفرج عليها سواء في رمضان او خارج رمضان فين بيتم تصويرها؟ هو فين بيت الكبير قوي؟ وهل في حاجه اسمها المزاريطه اصلا؟ ماجيك لاند هترجع من تاني. حد فاكر مدينه الملاهي ديت؟ ماجيك لاند واحده من اقدم واضخم مدن الملاهي الحديثه نسبيا بعد دريم بارك طبعا، واللي كانت بتتميز في انها داخل مدينه الانتاج الاعلامي. كان من ضمن البرنامج بتاعها هو زياره مناطق تصوير الافلام والمسلسلات. المدينه شكلت جزء كبير من ذكريات الاجيال الحاليه، زي ملاهي السندباد ما شكلت جزء من الذكريات. المدينه تم افتتاح اول جزء منها وهو خاص بعروض الدولفين اللي كانت موجوده زمان، وهيتم افتتاح باقي المناطق قريب تحت اسم تانزا، واللي هيكون فيها منطقه غابات للمغامرات كامله عمرها 35 سنه، وسينما ومسرح ومناطق الالعاب طبعا اللي هيتم تطويرها. مدينه الملاهي الجديده بتعتبر تعاون ما بين شركه الحكير السعوديه ومدينه الانتاج الاعلامي بعد ما الملاهي وقفت بقالها سنين. المدينه هتنجح لو التسعير كان مناسب، لان للاسف منطقه الدولفين بس سعر دخولها حاليا 450 جنيه. عارف ان قيمه العمله اختلفت عن زمان، وقت ما كان تذكره ماجيك لاند ب 25 جنيه كان جرام الذهب ساعتها ب 40 جنيه، لكن ممكن يتكتب ليها النجاح لو تم مراعاه الظروف الحاليه، وكمان لو المستثمر اهتم بتحديث كامل المدينه مش مجرد تشغيل الالعاب القديمه، واللي ممكن يساعد على نجاحها كمان لو البرنامج شمل زياره مناطق التصوير زي زمان. هو فين بيت الكبير قوي؟ وهل في حاجه اسمها المزاريطه اصلا؟ لما عرضنا حلقه مدينه الانتاج الاعلامي كتير جدا كانوا عاوزين يعرفوا المكان الحقيقي للبيت اللي بتصور فيه اجزاء مسلسل الكبير قوي لاحمد مكي. البيت هو بيت حقيقي طبعا موجود في المنصوريه في منطقه فيلات وقصور، البيت اللي تعرض للحريق من قريب، واللي في الاصل خاص باخو وزوجه الفنان اشرف عبد الباقي. لكن هل في قريه اسمها المزاريطه في الصعيد؟ الاجابه لا، مفيش ولا قريه في الصعيد بالاسم دوت، لكن في قريه قريبه من مكان البيت اهلها سموها بالاسم دوت بعد المسلسل. علشان توصل للبيت محتاج تكتب على جوجل مابس منزل الكبير قوي وعمده المزاريطه، واللي موجود قريب من محور رود الفرج ومناطق ابو رواش والشيخ زايد، وهتلاقوا لينك اللوكيشن موجود على مقاله عن بيت المزاريطه على موقع اخبار مصر 24 eg-24.com. بونسوار ميز امي. المسلسلات والافلام اللي تتفرج عليها سواء في رمضان او خارج رمضان فين بيتم تصويرها؟ ده طبعا شكل القطر من جوه. كل المسلسلات اللي عن الحاره المصريه اتصورت في المكان اللي احنا فيه دوت. السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ المسلسلات والافلام اللي تتفرج عليها سواء في رمضان او خارج رمضان فين بيتم تصويرها؟ لان مش معقوله ان هي تتصور في الشوارع الخارجيه مع الزحمه وحركه الناس. عشان كده مصر سنه 97 عملت مدينه الانتاج الاعلامي، وهي المكان اللي احنا موجودين فيه دوت، وهي مجموعه مناطق تصوير متكامله. يعني منطقه ريفيه زي اللي احنا فيها دلوقتي حالا متكامله، فيها ترعه وفيها بيوت ريفيه متدرجه من اول بيوت الفلاحين لحد طبعا بيوت اكابر القريه سواء كان العمده او غيره من الناس، وكمان محطه قطر. ده غير طبعا مناطق تانية كامله زي مناطق العصور الاسلاميه المختلفه اللي كانت في مصر، وسور صلاح الدين واللي اتصور عنده الفيلم بتاع محمد سعد وهو فيلم اللي بالي بالك. كمان حي اسكندريه القديم بالترام اللي موجود فيه، ومبنى البورصه الشهير اللي الرئيس جمال عبد الناصر قال منه خطبته الشهيره. المفترض احنا حاليا في محطة القطار الخاصة بالجزء الريفي، وهي المفروض ان هي محطة قطار بتمثل نفس المحطات اللي كانت موجودة زمان في الارياف، وفيها طبعا قطارات بتستخدم في التصوير سواء من الداخل او من الخارج، وبتتحرك كمان في بعض المشاهد اللي تحتاج لكده. وطبعا اتصور هنا كتير جدا من الكليبات والمسلسلات والافلام كمان. الحقني يا زنبيه، هيموتني يا زنبيه، الحقني يا زنبيه، هيموتني. المفترض طبعا ان هي محطه قطار كامله، سواء الرصيف او القطر ذات نفسه اللي قلنا ان هو بيتحرك، وكمان مكاتب التذاكر اللي المفترض ان الممثلين او اللي بيقوم بالادوار بيشتروا منها التذاكر. زي ما انتم شايفين دي قضبان حقيقيه طبعا عشان القطر زي ما قلنا بيمشي عليها بشكل طبيعي، ومن هنا كمان ديت التحويله اللي من خلالها بيقدروا ان هم يتحكموا في اتجاه القطر عن انهي قضيب من الاثنين. خلونا نطلع جوه القطر ونشوف ايه اللي جواه.
ده طبعا شكل القطر من جوه، اتصور فيه مسلسلات وافلام كتيره جدا، هتحسوا ان الشكل مألوف عليكم، مش غريب لانه اتصور فيه زي ما قلنا مسلسلات واعمال كتيره. ميدو بدو جبنا. كل المسلسلات اللي عن الحاره المصريه اتصورت في المكان اللي احنا فيه دوت. المكان اللي احنا فيه ده خاص بالحاره المصريه الشعبيه بمحلاتها والقهوه الشعبيه والبيوت الصغيره. طبيعي طالما موجودين في حاره مصريه ان هيكونوا موجود فيها مسجد زي اللي موجود ورايا دوت. هو طبعا بالمناسبه مسجد حجمه كبير مش صغير. زي ما حضراتكم شايفين المفترض ان من قدام انت بتبقى شايف واجهات عاديه، لكن في الخلف موجود الخشب او الشكل دوت. ما بيبقاش طبعا في بيت حقيقي، اغلب البيوت بالشكل دوت، لكن في جزء طبعا بيكون بيت مكتمل من الداخل، لكن الغالبيه بتكون بالشكل ده. كمان فوق زي ما حضراتكم شايفين في غايه حمام كجزء اصيل من الحاره المصريه. طبعا زي ما قلنا لكم ده المفترض انه بيت زي ما قلنا من قدام كواجهه، لكن لما بنيجي نلف من ورا بنلاقي طبعا الشكل الاخشاب ديت فهو مجرد واجهه بس، وفي طبعا البعض التاني بيكون بيوت كامله زي ما قلنا. الجزء اللي ورانا ده طبعا المفترض ان هو معسكر قوات، وفي الغالب كان بيستخدم في المسلسلات او الافلام اللي كان بيمثل فيها طبعا معسكر الانجليز. هو مفترض ان هو معسكر مصغر يعني كامل فيه اغلب الحاجات اللي بتبقى موجوده في اي معسكر من المعسكرات. ورايا هنا طبعا اتصور فيلم محمد سعد اللي بالي بالك، بالمشاهد الكتير اللي كانت بتتصور هنا سواء دخلت السجن او الخروج منه. اللي ورانا طبعا سور صلاح الدين، والمفترض ان في وقت من الاوقات كان بيتصور على انه سجن. هنا بقى حي اسكندرية والترام المشهور اللي موجود فيه واللي اتصور فيه كتير من الأعمال، وأهمهم طبعا مبنى البورصة المصرية واللي اتصور فيه فيلم ناصر 56، وأشهر خطاب قناة السويس. قرار رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. هنا كمان تقدر تشوف كل السيارات دي واللي بأنواع وموديلات مختلفة واللي بتستخدم طبعا للتصوير. طبيعي يكون في حي راقي، وده اللي بيمثله حي جاردن سيتي، وهو حي للقصور والفيلات وتصور فيه أعمال كتير جدا زي اتربى في عزه ليحيى الفخراني. هذا بيه عزه الساعة 7:30 بالثانية هيكون قدام القصر. ما خدش عربيته طبعا، حمادة بقى إنسان رياضي بمعنى الكلمة. وطبعا عشان احنا في مصر كان طبيعي نلاقي منطقه فرعونيه زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي حالا. اللي ورانا ده طريق الكباش طبعا، وكمان في مجموعه من المعابد اللي طبعا بتصور فيها اي اعمال خاصه بالعصر الفرعوني. كمان مدينة الإنتاج الإعلامي بتضم مباني القنوات الفضائية وكمان محطات الراديو المختلفة وفندق كمان. المكان طبعا مفتوح لأي أعمال عربية أو أجنبية لأن المكان بالفعل مبهر جدا وإمكانياته مبهرة. المكان فعلا مبهر جدا. أتمنى مصر فعلا تاخد وضعها الطبيعي. حاجتين، سواء السياحة لأن هي فعلا الحاجة الوحيدة اللي لو رجعت قادرة ان هي تكون زي العصاية السحرية اللي تدخل عملة صعبة او الدولار اللي بيمثل مشكلة كبيرة جدا لينا. والحاجة التانية التصوير، لان احنا نستاهل وعندنا مقومات المفترض ان هي تؤهلنا لكده.